السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الفيديو التاني من التصميم ده. يلا بينا نشوف هنبتدي نشتغل ازاي او هنكمل التصميم ازاي. كده احنا اخترنا الكنز وعرفنا احنا المفروض نعمل الكنز ازاي او نشتغل ازاي. او يعني ايه المنظور اللي احنا نشتغل عليه. فيلا نكمل بقية الفيديو. ماشي. دلوقتي عايزين نجيب البرتقانة دي. فعشان نجيب برتقانة ومتقشرة فاحنا هنعمل ايه؟ هنجيب برتقانة متقشرة وبرتقانة عادية. تمام. اه هو جوجل بيجيب صراحة صور يعني قوية جدا، فاحنا ممكن نعتمد عليه. خلينا بس نشوف صورة نظيفة. اكتب بالانجليزي هيجيلك صور نظيفة على طول. ماشي. عندك مثلا مفيش برتقانية لوحدها اهي. بس طبعا الجودة رايحة في داهية، فاحنا ممكن نعتمد على موقع فريبك. نفس الكلام، ممكن تشترك في جروب وتريح نفسك من اختيار الصور. اهو يعني صور جميلة جدا 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 ما شاء الله. فاحنا خلينا طبعا مش عشان لقيت صورة حلوة فهي دي المناسبة، يعني فاهم. حاولت يعني مش عارف اجيبها لك ازاي. بس حاول تحط الصورة في دماغك كده وتشوف هل هي دي المناسبة ولا لا، هل دي اللي هتديك احسن نتيجة ولا لا. فخلينا ندور. انا عايز واحدة مكورة وفيها ايوه. خلينا نحط دي على جنب، احتمال دي اللي نستخدمها. غالبا دي اللي هنستخدمها. بس في صورة كده في الاول عجبتني كده، عايز اخدها بس الاول. اهي. هل دي اه بس بص البي اس دي فايل قد ايه. احنا هنقص يعني، احنا امال احنا ايه؟ ما احنا بنعرف نقص يا عم. ماشي. انا كنت سميت الفايل ايه؟ سودا. اوكي. نفس الكلام. سودا. عايزين بقى نجيبه برتقانة مقشرة. مش عارف هنجيبها ازاي دي. والله احنا ممكن نجرب نكتب برتقانة مقشرة. والله عادي. اهو. يا سلام. بس شكلها ايه؟ شكلها مش نافع، مجهدة شوية. طيب. احنا ممكن والله في حاجات تنفع، حاجات عايزة شوية تظبيط ألوان كده وهتنفع. بسم الله. هل دي تنفع؟ طب ما احنا نجرب نكتبها بالانجليزي. برتقانة مقشرة اهو، ونجرب على فريبك. ايه يعني؟ ها.
يعني هما كلهم بيبقوا مقشرين، يعني بتبقى مقطوعة مفيش. اهو 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 في حاجات حلوة اهو. ماشي. ممكن منين كمان؟ ممكن ممكن دي، عشان عايزين القشر. دي شغالة بس مش عارف، حاسسها مش هي اللي هتبقى، مش احسن حاجة. مش عارف اجيبها لك ازاي، بس انت لازم تكون رخم في اختيار الصورة عشان توصل للصورة المناسبة يعني. يعني زي ما بتقعد 3 4 ساعات في التصميم، هتقعد زيهم عشان تجيب صورة ايه، صورة كويسة. فممكن نبص كده اخر بصة. بسم الله. اهي بإذن الله دي تبقى احسن واحدة. هي انا حاطط الامل فيها. يلا بينا، هنستخدم دي. ها، ماشي. خلينا بقى نبص كده على الصور اللي احنا حملناها. طيب اول حاجة طبعا هناخد البرتقال. طبعا انا مش من النوع اللي بيستخدم البين تول نهائي. ماشي. انا معايا جرافيك تابلت، بقوم جاي عامل كده وماشي حوالين الحاجة وبس. ماشي. طبعا في حتت بايظة، مش عارف يعني. انا بفكر اصلا ما يعني مش هتفرق اوي، بس عشان انا خدت بالي في ايه. احنا ممكن نعمل، لا هي بص هي كده كويسة، بس احنا عايزين بس نعمل حاجة صغيرة، وهي ان احنا نعمل بلور للماسك. ماشي. دي تركاية مهمة، لان مفيش اي صورة في الدنيا الحواف بتاعتها بتبقى عاملة كده. احنا ممكن برضو، انت شايف الحواف البيضة دي، بستخدم الليفلز على الماسك، مرة واقف على الماسك بدوس كنترول ال، وبحرك السلايد الاسود ده، وبعدين بعمل بلور للماسك مش للبرتقانة. تمام. في فرق بينهم. دي حاجة ودي حاجة. طبعا برضو في حواف بيضة ابتدت تبان، فهقول لك الحل.
اقول لك الحل لان انا مش هسيبك برضو. هنيجي هنا وندوس فلتر others minimum. ماشي minimum، وممكن نختار 5. بص كده هنا، بص هنا لو عملت 87 بص هتلاقيها بتتاكل ازاي، بتتاكل بالبكسلز. اوكي، فاحنا ممكن نخليها 3. استنى شوية، ممكن لا، ممكن نخليها 4. حلو اوي. خلينا نجرب كده دي، مش عارف، تقريبا نفس الفكرة. معلش، حلو اوي. بعدين هنعمل كده. والله انا حاسس ان هي ممطوطة، مش عارف، ممكن احنا نمطها نعدل. ايوه بس بعدين نخليها كده هون، ولا نخليها ورا الازازة، ورا الكنز اقصد. مش عارف، خلينا بس الاول نكمل بقية الصورة بتاعتنا. هدي وهنقص الجزء ده طبعا. كوبي بيست. بعدين يا ده من حظي الجميل ده، جاية بالظبط يعني. طبعا عايزك تركز في حاجة، احنا مش هنعملها قدها بالظبط. ليه؟ خلينا نعمل حساب السمك بتاع القشرة. فاحنا هندخل بدي كده شوية، ماشي، هنقول ان السمك كده مثلا، ماشي. بعد كده هنخفي اللايرز دي ونحاول نرسم الشكل اللي احنا عايزينه. ده بقى الحلو في الرسم، اللي هو ايه، اللي هو انا بختار الشكل اللي انا عايزه هيبقى عامل ازاي، مش بستنى حد ايه يختار لي. فخلينا نبص على الرسمة كده. هتلاقيه عامل حساب السمك بتاع القشرة. لو جينا نبص هنا هنلاقي في الجزء البارز ده، وجوه في البرتقانة. تمام. وبعد كده عامل لك القشرة البيضة بتاعة البرتقانة. هنعملها ازاي؟ انا معرفش هنعملها ازاي، بس انا ايه، لسه هجرب يعني، فعادي، دونت وري. خلينا اول حاجة نرسم الشكل اللي احنا عايزينه. هيبقى طبعا بما ان البتاعة جاية كده، فهنخليها جاية كده بالجنب كده. ممكن كده وكده مثلا، او كده مثلا. انا عايز يبقى فيها حركة، تبقى عامل كده. كده لا، ولا كده، ولا كده. مش عارف، احنا عايزين برضو نعمل حساب ان دي مش موجودة من تحت ومن فوق، فاحنا عايزين نرسم حاجة تبقى من فوق كده. طب احنا لو عملنا، لو جبنا دي كده، لا، زي النيلة طبعا مش هتنفع. طبعا مع حساب الإضاءة، فالإضاءة المفروض تبقى هنا، ماشي. ممكن نعمل كده اهو.
طبعا انا سكت لان انا بحاول اركز، معلش بقى، لان انا برضو مش مجهز التصميم يعني. ممكن تبقى كده، بس انا عايزها عريضة شوية يعني. ممكن تبقى كده، ممكن تبقى كده، صح، ليه لا. طب احنا ممكن مثلا لو استخدمنا الورب شوية مش هتزعلنا في حاجة، صح؟ الحمد لله، الحمد لله ما زعلتناش جامد. ايوه، الله عليك، الله عليك يا معلم. كده احنا ممكن نشتغل براحتنا بقى. دي حاجة تانية بحبها في الرسم، ان انت يعني برضو بتحاول تجيب الصورة اللي انت بتحبها بالشكل اللي انت بتحبه. يعني ما بتخليش اختيار الصور يأثر آه على قراراتك. احنا بدل ما احنا عمالين نقعد عمالين نرسم في امها كده، ممكن تبقى كده، وممكن نعمل ده كده. طبعا انا بعملها بعوجان لان بتحسسك ان في حركة، الصورة مش مقصوصة كده على طول يعني. دي تركاية في المنظور، بس مش يعني مش لازم قوي، بس مش دلوقتي. هنستخدم البن تول. هنعمل كده اهو، ماشي. نيجي هنا نعمل كده، هنعمل سيلكت و لاير جديدة، وهنعمل ماسك. ليه ما قصيتش على طول؟ لان انا بس يعني عايز احفظ اللاير بس كده الاول. حلو جدا، ماشي. بعدين ممكن نعمل ايه؟ هنصغر دي شوية كده، وبعدين عند الماسك هنشيل اللينك ده عشان انا عايز ترانسفورم الماسك بس. زي ما انت شايف كده انا بحرك الماسك بس، تمام. والله احنا ممكن نعمل كده، واعمل ايه ده، مش كده، ماشي. من هنا برضو مفيش، من هنا مش. بعدين تتحرك كده شوية، ماشي. يعني اعتقد هنقف لحد هنا. ايه كمان؟ عايزين طبعا القشرة البيضة دي، ماشي. هنعملها ازاي؟ والله ما عارف، انا زيكم. مش عارف. طب احنا ممكن نلجأ لصورة من اللي احنا اخترناها كده مثلا. خلينا نجرب. لو اخدت دي كده، ايه، واحدة يمين واحدة شمال، كليك يمين كليك شمال، قمت جاي هنا ودخلتها جوه البتاع دي كده اهو. مثلا، وقمت جاي واخد واحدة تانية كده مثلا. احنا ممكن نمسك دي ونعمل بالورم كده اهو، وبعدين اخر واحدة كده اهو، ماشي.
جميل اوي. بعدين هندمج كل اللي احنا عملناه ده، هنعمل دوبليكيت. بص بقى دي، وهنعمل كده، لا، ولا كده، ولا كده، ولا كده. مش هنعمل لهم، هنعمل لهم قصدي دوبليكيت زي ما هما كده، وهنشيل الكلام ده واحدة واحدة بقى كده عليا. احنا عايزين نرسم الحواف دي، والله احنا ممكن نرسمها، ممكن نرسم وليه لأ، نرسمها بالطريقة التقليدية. تعال نرسمها بالطريقة التقليدية. هنعمل كده اهو، بس مش حاسس ان هي كده تمام. خلينا والله نبص على الريفرنس، يعني مش عيب. ماشي، جميل جميل. يلا بينا. ماشي، اعمل لك كده، وفي حتت مقفولة خالص كده اهو. طبعا انا شغال بعشوائية، يعني ما يعني في السيستم اللي انا كنت كاتبه. هو عامة انا عمال اقول سيستم محدش فاهم يعني ايه. السيستم ده عبارة عن PDF، انا عامل لك فيه ازاي تبتدي الجرافيك من الاول خالص، والفيديوهات اللي انا اتفرجت عليها من ساعة ما بدأت الجرافيك، وشوية مفاهيم كده اتعلمتها ايه بالخبرة، يعني ما اتعلمت يعني مش فيديوهات، اتعلمتها بالخبرة. يعني ايه؟ يعني من كتر مثلا ما انا بشتغل ففهمت شوية حاجات، الحاجات دي بقى انا ايه كاتبها. فمن ضمن الحاجات اللي انا كنت كاتبها وهي ان مفيش سر. يعني ايه مفيش سر؟ يعني انا مش بخترع حاجة، انا دلوقتي قدامك مش بخترع حاجة، بفكر عادي زيك. مفيش فرق بيني وبينك غير ان انا اشتغلت كتير، وبصيت على ريفرنس كتير، او ذاكرت الموضوع قبل ما ايه، قبل ما اشتغل. فالحاجات دي بتبقى محتاجة خبرة. فيديوهات اتفرجت عليها، ازاي تفكر حضرتك كمصمم، ازاي تفكر في التصميم اللي هتعمله، والحاجات دي كلها. فلو مهتم هسيب لك اللينك. طبعا انا مش عامله ببلاش يعني، بس برضه مش عامله غالي، يعني هو 100 جنيه تقريبا، $2 تقريبا. ف بيتهيألي المبلغ صغير يعني، وفي ايد اي حد يعني، يا رب يعني. وكنت بعمل مسابقات مجانية والله، عشان اعمله يعني عشان اديه لكذا حد ببلاش، عشان اعرف اخد ريفرنس وكده يعني. فلو انت مهتم يبقى خش ابعتلي. تمام. طيب طبعا زي ما قلنا هنعمل حساب السمك بتاع القشرة. فاحنا هنعمل ايه؟ بسم الله. فاحنا هنمسح البرتقانة اللي ورا دي من ورا كده، هنمسح الجزء ده. فزي ما انت شايف فيه سمك باين في الصورة. ماشي، هنا نمسح كده، ونيجي للجنب التاني ونمسح برضه. مثلا ماشي، حلو أوي. الحتة دي مفيهاش بتاع ده، مفيهاش برتقال. انا عايز اكبرها.
مش فاهم حضرتك ما بتروحيش ليه؟ محبش الغلاسة دي بقى. طب ايه؟ طيب المشكلة فين؟ ولا ايه عشان نفس اللون ولا ايه؟ ولا مش باين؟ هو بيتهيألي دي اللي عايزة تكبر صح كده. يبقى انا وانا واقف هنا اقوم جاي ملون هنا فهديها بس. شكرا. بس جميل، جميل اوي طبعا. آه، مش حاسسها، مش حاسس الشكل ده. فاحنا ممكن نقلل السموزنج ونشتغل كده ايه. طبعا انا من النوع اللي للاسف لما باجي بعمل حاجه بحاول اركز، بحب اركز قوي في التفاصيل، يعني دي اللي بتخليني اشتغل واطلع حاجه نظيفه. فانا عارف ان في ناس كتير قوي ما بتفرقش معاها الحته دي، بس للاسف بتفرق معايا جدا 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 يعني. فمعلش سامحوني لو انا بطول، بس انا بحب التصميمات اللي هي كده، اللي هي اللي محتاجه تركيز يعني. ماشي. فاحنا هنعمل كده اهون. ماشي. وبعدين هعمل ايه؟ هاخد الحاجات دي الغريبة دي واعمل لها دوبليكيت برا الجروب كده. كده اهون. وممكن نقلل الاوبستي شوية. ونستخدم الوورد. طبعا المايك اللي معايا مش احسن حاجة، فلو صوتي قريب يعني يا ريت، لو صوتي قصدي بعيد او واطي يا ريت. انا مركز فمش مش عارف افكر في الكلام اللي انا بقوله. يعني يا ريت بس تركزوا في قصدي في التصميم، يعني بلاش تركزوا في صوتي قوي يعني. المهم ان انت شايف انا بعمل ايه وشغال ازاي. تمام. ممكن كده. بعدين ونستخدم الماسك ونبتدي نمسح الأجزاء اللي احنا مش عايزينها مثلا كده.
والله دي عايزة تبدأ. لا لا لا، زي ما احنا. حلو. بعدين نمسح الأجزاء الزيادة. ماشي. أعتقد احنا كده ابتدينا نوصل للفكرة. ناقص ايه؟ ناقص نظبط الشادو والحاجات دي. فكفاية كده لحد النهاردة. اعتذر طبعا ان احنا طولنا، وان احنا هننهي الحلقة دلوقتي، واشوفكم بإذن الله الفيديو الجاي. السلام عليكم.